السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن الدعوة. رحبوا معايا بالنجم أحمد الفيشاوي. طفل 5 سنين 6 سنين كله عايز يبوسني ويتصور معايا وانا مش فاهم ليه يعني. انا كنت البني ادم الوحيد اللي عنده 13 سنة اللي بيخش بار. بحاول طول الوقت ان انا ابقى احسن، ما اعملش حاجات غلط، احاول اعمل حاجات صح ترضي ربنا، لان انا اتظلمت. دع الخلق للخالق. ولو عملت غلط ما فيش حاجه. انا عندي فوق الحاجه و30 تاتو. دخلت فتره في المخدرات جامد جدا. متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم امهاتهم احرارا. أحمد فيشاوي في حالة صراع مع أحمد فيشاوي. اسمك الثلاثي أحمد فاروق الفيشاوي. طفل لسه بيفتح عينه على الدنيا، بيلاقي نفسه في عيلة فنية بيورث منهم حبه للفن والسينما، ومن صغره بيبان عليه إنه في حاجة مختلفة. هي موهبة من عند ربنا، يعني إن هو عايز يمثل. إذا اتنمت موهبته فطبعا أنا هساعده جدا. في الحقيقة أنا مثلت فيلم اسمه المرشد، مثلته مع بابا ومحمود الجندي وشريهان. أقول النجم الصغير أحمد فاروق الفيشاوي. في الحقيقة يعني ما تقوليش لأنها لسه ما بقتش نجم. وعشان يبقى نجم كان لازم ياخد قرار صح. انا عايز اعتمد على نفسي، اظن عيب قوي بقى لما اطلع هالفوت واعتمد على فلوس ابويا وشهرته. وبيبدأ رحلته للنجومية، وفي سنة 2000 بيحط رجله على أول الطريق. أحمد تقدم إلى السيدة فاطمة حمامة باسم أحمد فاروق وليس أحمد فاروق الفيشاوي. يعني أنت طبعا كنت سعيد الحظ جدا من وجهة نظري إنك أنت تشتغل مع السيدة فاطمة، مع الأستاذ أحمد، الأستاذ جميل. وفي وقت قليل الفيشاوي بقى من أهم ممثلين جيله، موهبة استثنائية بتتطور بسرعة كبيرة. وفي عز نجوميته وشهرته بيقرر يرجع خطوة لورا وياخد طريق مختلف. النهارده هنتكلم عن الدعوة. أنت مؤهل لنشر دعوة وإعطاء النصائح الدينية. أنت المفروض رجل إعلامي شغال في الميديا، يعني إنك تبقى بتحسس على كل تصرف جوه الشاشة. فلو أنا حافظ آية ده معناه إن أنا مؤهل. أحمد الفيشاوي إحنا كنا مع بعض في يلا شباب، كان شاب فيه سيد كثير عمره 21 سنة. انتوا عارفين البيئة اللي هو خارج منها اصلا. طفل 5 سنين 6 سنين كله عايز يبوسني ويتصور معايا وانا مش فاهم ليه يعني. انا والدي والدتي مطلقين من وانا عندي 8 سنين. يعني انا كنت الولد البني ادم الوحيد اللي عنده 13 سنة اللي بيخش بار. كان وهو صغير بياخد السندوتشات بتاعته بيلفها في ورق فويل، فكان بياكل السندوتش في المدرسة ويرجع بورق الفويل، والبابا بيستخدمه. انا مش بكره حاجه في بابايا، لانه يمكن اكتر حاجه بكرهها فيه ان هو بيبقى مشغول كتير قوي، فساعات مش بعرف اتلايم عليه، ده من وانا عيل لحد دلوقتي. انا اوريدي عندي دكتور نفساني بتعامل معاه بشكل دائم، يعني من وانا عندي 17 سنه. لا انا عايش لوحدي من وانا عندي 21 سنه. تفاعل المجتمع مع هذه القضيه سوى السوء اسوأ. اللي حصل مع احمد وتفاعل الاعلام والمجتمعات معاه كان عديم من الرحمه تماما. وكان هو يقول لي بالمناسبة، يعني كان هو يقول لي أنا بكلم فلان وفلان وفلان من الناس اللي هم دعاة، يعني ما كانوا يردوا عليه، وهو حس نفسه لوحده. كمان أنا بحب الغنى. زهقت مليت، الاتجاه الإعلامي ما كانش إنساني، دلوقتي الناس سمعاني، هنا بقول الرد، الصحافة عملت بيني وبينكوا سد. ايه مشكلتك؟ قصدك ايه مش مشكلتك؟ أنا حياتي كلها عبارة عن مشاكل ملهاش حلول. كل ده هيتغير. والحقيقة مكي اداني فرصة عظيمة، لأن أحمد حارب عشان أنا أعمل الفيلم ده. على فكرة أنت كويس. أنا مش محتاج شغل ومش هشتغل إلا الحاجات اللي على مزاجي. حبيت أكتر أعمل أفلام فيها جدية أكتر. وحتى مع المشاكل اللي حواليه كان دايما قد الرهان يثبت قدراته وموهبته، وقرر يتجاهل الإعلام وإشاعات الصحافة عنه. ولما رجع للجمهور تاني كان فيشاوي مختلف. رحبوا معايا بالنجم أحمد الفيشاوي. يعني أنا الحلق ده اللي أنت لابسه أنا يعني أيوة. مركزة معاه جدا ومستغربة جدا. لا أنا ما بضربش بودرة خالص، عمري ما ضربت بودرة، بس ضربت مخدرات من أنواع مختلفة كتير جدا. كنت بقول للناس كده أنا مش داعية ومش شيخ، أنا راجل فنان، يعني هي آراء شخصية. وأنا عندي فوق الحاجة و30 تاتو في جسمي كله.
انا اول تاتو عملته كان من 10 سنين، وبعدين الموضوع بقى ادمان. يعني في مقوله تقول لك دع الخلق للخالق. انا انسان طبيعي، انا انسان طبيعي. متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم امهاتهم احرارا. انا جوايا شخص متحرر. حاجه ندمت ان انت عملتها؟ حاجه بعمل كويس وبعمل غلط وبعمل صح وبقع وبفشل وبنجح، وبحاول طول الوقت يعني ان انا ابقى احسن، ما اعملش حاجات غلط، احاول اعمل حاجات صح ترضي ربنا. ولو عملت غلط ما تشوف حاجه. ما دمت على حفله كبيره اقبل تقبل على بشروط. يعني حسب الحفله دي فيها ايه؟ فيها بيشربوا مثلا بيره ولا حاجه؟ لا ما بقاش. احنا مش هنقعد نكذب على بعض، في منا بيشربوا. احمد فيشاوي في حالة صراع مع احمد فيشاوي؟ انت انسان متناقض، دي نتيجه الاختبار. ممكن في بعض الحاجات. عندك عقدة أبناء المشاهير؟ طبعا، ما هو مفيش ابن مشهور ما عندوش هذه العقده. انت دلوقتي مثلا ايه، طفل عندك 5 سنين 6 سنين، الناس بتيجي تقول لك احمد يوجي يعني لايك ايه ده مين انا مين. فبعدين لما بكبر كبرت في السن اكتشفت ده بيقول لي احمد انا عشان ابويا وامي. انا بقالي حوالي 2.5 سنين بيطلع عليا اشاعات كل يوم. ممكن تقدروا تصوروني؟ انا يمكن حياتي كلها عباره عن حاجات بتحصل مجنونه. احمد الفيشاوي ممثل رائع لكن مضيع نفسه بتصرفاته وقصصه، كيف ترد؟ رد ان انا ما ضيعتش نفسي، بالعكس انا بحب اللي انا بعمله وبحب شغلي وبعيش حر. صراعات الفيشاوي كانت دايما موجودة في حياته من أول يوم اتولد فيه، ومع اختلاف المشاكل اللي كان بيواجهها الملجأ الوحيد ليه كان دايما الفن. أقول النجم الصغير أحمد فاروق الفيشاوي؟ في الحقيقة يعني ما تقوليش لأنها لسه ما بقتش نجم. بيتحول قدام الكاميرا، يعني فيشاوي قبل كلمه اكشن بني ادم، وبعد كلمه اكشن بني ادم تاني. بيقعد يهرج جدا ويغني ويرقص قبل اكشن، اقول اكشن بني ادم تاني ملبوس. لان انا عمري ما كنت نجم شباك. فيشاوي مكانه الحقيقي النهارده انه يبقى نجم شباك، بيعمل افلام بطوله الناس بتروح له، بيعمل افلام بتجيب ملايين، بيشيل فيلم لوحده، لان فيشاوي اول واحد بدا في الجيل ده. خدت قرار كده، انا السنه اللي فاتت 2020 بقيت 40 سنه، فاحترم نفسك واحترم سنك واحترم موهبتك وما تضيعهاش هباء. الحقيقه الحمد لله انا غيرت حاجات كتير في نفسي في الفتره اللي فاتت دي، ان انا بحاول ان الموهبه اللي ربنا ادهاني بحاول انميها واقويها ومش ابوظها. هل بتفكر من دلوقتي ايه الدور اللي تعمله بعد 10 سنين؟ يعني بعد 10 سنين هحب اعمل دور الاب اللي حياته كلها بتتفكك وبشكل ما بيقدر ان هو يرجع حياته وبيته واسرته وشغله وكل حاجه تاني.